تخيل شاب وحيد اسمه إيروس بيخرج من ملجأه عشان يحمي بنت رجل أعمال غامض اسمها ريس اللي حياتها مهددة برسائل مجهولة. يا ترى إيروس ده منقذ ولا مجرد كبش فدا؟ وإيه السر اللي بيربط عيلته بعيلة ريس؟ لو عايزين تعرفوا إزاي الحب والغيرة والخيانة هيغيروا كل حاجة، يلا بينا نبدأ الملخص. فيلمنا بيبدأ بإيروس وهو بيتكلم مع مايكل، وبيتفق معاه مايكل إنه يخرجه من الملجأ اللي هو فيه، بس بشرط واحد، إنه يشتغل لحسابه. وبيقوله إنه هياخده معاه الأول عشان يحضر حفلة الباليه بتاعت بنته. وبنعرف إن إيروس كان عايش في ملجأ بسبب إن أبوه وأمه ماتوا في حادثة وهو صغير، وطبعا بيوافق طالما هيخرج من الملجأ. وفي الطريق مايكل بيحكي عن بنته ريس، وبيعرفه إنه أغلب الوقت قلقان عليها لأنها وحيدة، وكمان في شخص غامض كل شوية يبعت لها رسائل تهديد من فترة كبيرة، وإنه مش قادر يعرف مين اللي بيبعت لبنته الرسائل دي، وبيطلب منه يكون الحارس الشخصي لبنته. وطبعا في المقابل هيخليه عايش تحت جناحه، ولو عمل معاه أي حاجة ما تعجبهوش هيشوف منه الوش التاني. وأول ما بيوصلوا لمكان الحفلة بنشوف ريس وهي على المسرح ومندمجة في الرقص، وفجأة كشاف الإضاءة بيفضل يتحرك جامد وبيقع عليها، لكن إيروس بيجري عليها وبيلحقها، والكل انبهر بيه وبقى بيتكلم عن السوبر هيرو اللي أنقذها. وبعد فترة كان مايكل متوتر جدا على بنته، وكل تفكيره إن حوار الكشاف ده أكيد مقصود من الشخص اللي كان كل شوية يبعت لها رسائل، وكان مرعوب من إن ريس يحصل لها أي حاجة. في الناحية التانية كان إيروس قاعد مع أصحابه ديجو وبيتون، وبيحكي لهم على الشغل بتاعه الجديد، وبيقول لهم إنه مش مقتنع خالص بيه، وكان قلقان عشان دي شغلانة صعبة، أصل لو حصل أي حاجة للبنت هو اللي هيلبس، ووارد جدا ما يقدرش يلحقها. وبتفضل بيتون تهون عليه وتقول له أهم حاجة إنك هتاخد مكافأة عالية على اللي عملته، وده الأهم دلوقتي، أصل الأغنياء دول بيروقوا على الناس اللي بتعجبهم. وبيقول لهم إيروس إنهم لازم يلاقوا شغل ثابت عشان يقدروا ياخدوا سيمون يعيش معاهم، وسيمون ده بقى يبقى زميل ليهم في الملجأ بس صغير شوية. وفي الوقت ده كان مايكل قاعد بيفطر مع بنته وصاحبته، وبيعرف ريس إنه خلاص لقى حل للمشاكل اللي بتحصل معاهم، وبيروح عشان يفتح الباب وبيدخل عليهم بإيريس، وبيقول لها بعد كده مفيش خروج من البيت من غير إيريس. بس رايس كانت رافضة خالص، وبتقوله إنها مش حابة يكون في حد في الرايحة والجاية معاها، فبيقول لها ده آخر كلام عندي ومش هيتغير، وبالمناسبة ده اللي أنقذك يوم الحفلة بتاعتك، فاكرة؟ فبتتضايق ريس وبتاخد بعدها وبتمشي من قدامهم. وبيفضل إيروس يلف في البيت كله، وبيشوف رايس وهي في حمام السباحة ولسه هيقف يتفرج عليها. بيدخل عليه مايكل وبيقول له اوعى شيطانك يوزك عشان نفضل حبايب، بنتي خط احمر. فبيلم نفسه وبيخاف. وتاني يوم الصبح بيروح ايروس مع ريس في المدرسه، وما كانتش طايقاه خالص، وبيكون مايكل قدم لايريس في نفس المدرسه عشان يكون معاها في اي مكان، بس راؤول ده ما كانش عاجبه ايروس خالص، وبيفضل يرخم عليه بالكلام. وبعد ما يخلصوا بتقول له ريس ما تحل عني بقى شويه، ومش لازم تفضل لازق فيا، انا يعني مش نجمه مشهوره عشان بابا يفتكر اني مستهدفه جوه المدرسه. وبعدها بتروح تقعد مع صاحبتها وهي متعصبه، لا وكمان بتتعصب اكتر لما زمايلها بيتريقوا عليها عشان الحارس الشخصي اللي ماشيه بيه ده. واول ما ريس بتشوف الصور بتاعتها بتتضايق جدا، لكن اصحابها التانيين بيهدوها وبيعرفوها انها محظوظه، وبيقولوا لها ان هو زي القمر وكان عاجبهم، وكمان عاجبهم اسمه لان ايروس ده لقب آلة الحب عندهم. وشويه وبتروح عشان تكمل الدرس بتاعها، وهناك بيروح الرخم اللي اسمه راؤول ده وبيخضها وهي بتذاكر، وبيقول لها انت لازم تعزميني على عيد ميلادك، والا انا كمان مش هعزمك على عيد ميلادي. فبتقول له ده المطلوب وحل عني بقى عشان انا مش عايزه احضر عيد ميلادك اساسا. بس راؤول كان مصمم لانها الاكس بتاعته، وبيتجنن زياده لما بتصمم انه يبعد عنها. وبيجي ايروس عشان يطمن على ريس، وبعدها بتروح على تدريب الباليه، وفجاه وهي بتتمرن بتقع على رجليها والكل بيضحك عليها، فبتتضايق اكتر وبتقرر انها تروح على حفله صاحبتها. وفي الطريق بيسالها ايروس مالك متضايقه ليه، وايه سبب ان في حد عاوز يخلص عليكي. فبتقول له ما تسالش كتير يا اسمك ايه انت، انا اصلا ماليش علاقه بحد، وانها وقت تدريب الباليه متاكده ان حد قطع الجزمه بتاعتها. وبعد شويه الفضول بياكلها وبتبقى عايزه تعرف هو مين، وبتقول له انا مش فاهمه انت جيت لي منين. فبيعرفها انه مش عيل صغير، وانه اكبر منها ب4 سنين، وان ابوه وامه ماتوا وهو صغير في حادثه، وان ابوها بيدعم منظمه خيريه كانت متبنياه، وكل 6 شهور كان بيروح عشان يزوره، وكان معجب بيه جدا لدرجه
إنه يتكفل بكل احتياجاته. وبتعرف ريس إنه وحيد وملوش إخوات وما يعرفش غير أصحابه ديجو وبيتون والعيل الصغير سيمون، وبيعرفها إنه بيشتغل مخصوص هو وأصحابه عشان يقدروا ياخدوا سيمون يعيش معاهم. وأول ما بيوصلوا على بيت مانولا صاحبتها بتقوله اوعى تفكر تدخل الحفلة عشان الحفلة دي لأصحابها القريبين. بس بعد شوية بيقرر يدخل ويتفرج على العالم بتاعهم، وبتشوفه مانولا صاحبة ريس وبتسأله هو أنت حبيب ريس الجديد؟ قال لها لأ إحنا بس مجرد قرايب. وفجأة بتدخل عليهم ريس وبتقول له أنا مش قلتلك ما تدخلش؟ ولسه هيرد عليها بتبدأ فقرات الحفلة، وبيقوم راؤول عشان يتريق على ريس وكمان ايروس ويضحك عليهم الحفلة كلها. فايروس بيفقد أعصابه وبيروح يضربه وبتقوم ما بينهم خناقة كبيرة، بس بسرعة بتتدخل ريس وبعد ما بتتعصب عليهم بتاخد بعضها عشان تروح. ولما بيرجعوا البيت بيدخل ايروس على اوضته وبيفضل يرغي مع بيتهم، لكن ريس ما كانتش طايقة نفسها بسبب اللي حصل وبتقرر انها تلغي متابعتها لراؤول، وبتفضل تتفرج على صور ايروس وشكلها كده اعجبت بيه. وتاني يوم الصبح بيتفاجئ ايروس ببيتون وديجو وكانوا جايين على باب المدرسة ولسه هيتعصب عليهم. بتقوله بيتون انهم محتاجين مساعدة منه عشان في شوية عيال بترخم عليهم ولسه هيمشي معاهم. ريس بتقوله انها هتروح معاه بس هو بيصمم ما ياخدهاش معاه وبيقول لها روحي انتي على حصة الباليه، وبيمشي هو واصحابه. واول ما بتشوفه واخد بيتون وراه على الموتوسيكل ريس بتتجنن وشكلها كده بتغير عليه. ولما بيوصلوا على المكان بيتفاجئ ايروس بريس نازلة من العربية وبتقول له انا قلت لك اجي معاك، وبتقول لها بيتون واحنا مش هنزعلك، وبتديها حديدة وبتطلب منها تدخل مع ايروس. وبيروحوا على موتوسيكل العيال اللي بترخم عليهم وبيفضلوا يكسروا فيه وبسرعة بيهربوا قبل ما يتضربوا كلهم. وريس كانت فرحانة انها عاشت الاجواء دي واخيرا بترضى عن ايروس وبتقول له انت غامض جدا ودخلت دماغي، وبتروح هي عشان تركب وراه وكانت مبسوطة قوي. واول ما بيدخلوا البيت بيتفاجئوا بمايكل قاعد مستنيهم وبيزعق معاهم عشان اتأخروا، وبيقول لها البيت ده ليه نظام ولازم تمشي عليه. وبيتعصب على ايروس وبيقول له ركز في شغلك احسن ما ازعلك. فايروس بيتضايق وبياخد بعضه وبيروح ينام. تاني يوم الصبح بيقرر ايروس انه يعيش حياته وبيتجهز ريس، والمعامله كانت على القد. وفي المدرسه بيكون راؤول هيتجنن ان ريس منفضاله وبيفضل يتحايل على ريس عشان تديله فرصه تانية، بس ريس كانت قافله منه وبتضايقه زياده وبتروح تقعد جنب ايروس. وبالليل ايروس كان نازل عشان يوصل ريس وجيسي صاحبتها، وبتنادي عليه جيسي وبتتكلم معاه وبيعرف انهم بيحاولوا يوصلوا للشخص اللي عمال يبعت رسائل التهديد دي. وبيشوف اخر رساله كان باعتها لها وكان مكتوب فيها انها لازم تدفع ثمن الغلط حتى لو مش هي اللي عملته. وشويه وبتنزل ريس وبياخدوا بعضهم وبيمشوا، وكانوا رايحين يحضروا حفله مع ايروس واصحابه. وريس ما كانتش منزله عينيها من على ايروس خالص وشكلها السناره غمزت وحبته، وبتسمع انهم ملقبين ايروس بالاسطوره عشان ابوه وامه ماتوا في حادثه وهو كان معاهم وهو الوحيد اللي عاش. وبتروح ريس وجيسي يرقصوا وبيتكلم ايروس مع بيتون اللي كانت بتكره الاغنياء وبالنسبه لها الناس دي بتوع مصلحتهم، وبتقول له ان الناس دي مش شبهنا. بس ايروس كان شايفهم كويسين ومش كل الاغنياء شبه بعض. ولما بيتون ما بتلاقيش فايده انها تسخنه على ريس بتاخد بعضها وبتدخل تكمل الحفله. وايروس بيروح يعيش اللحظه مع ريس، وفي الاخر بيكملوا السهره على شط البحر. وبتسال ريس عن سبب لقب الاسطوره، فبيحكي لها ان الناس شايلوه ذنب الحادثه اللي حصلت لاهله وكلهم بيقولوا له انه كان السبب في موتهم، فبيصعب على ريس وبتهون عليه. المهم تاني يوم الصبح كان عيد ميلادها ال18 وكانت بتحتفل بيه، وبتتفاجئ ان جيسي عزمت ديجو وبيتهم، وبصراحه كانوا فضايح على الاخر. اول ما شافوا البوفيه كانهم اول مره يشوفوا اكل، وبيكملوا باقي الفضايح وبيدخلوا يتمشوا ويتفرجوا على البيت. وبتشوف بيتون دولاب الاسلحه بتاع مايكل وبيفضلوا يهزروا بالاسلحه ولا كانهم بيلعبوا بابجي. وفي الناحيه التانيه كانت ريس قاعده سرحانه في اوضتها، وفجاه ازاز اوضتها كله بيتكسر وبيتحدف عليها كوره سودا وكان مكتوب عليها ايامك بقت معدوده. فبتخاف وبتاخد بعضها وبتطلع من الاوضه، وبتلاقي الكل متجمع عشان تطفي الشمع، بس هي كانت متوتره وبتطلب من ايروس انه يمشي كل الموجودين في البيت. وبتسال جيسي لو عزمت راؤول على عيد ميلادها لانها كانت شاكه فيه، وبتعرف انها ما عزمتهوش اصلا. وبعد ما ايروس بيمشي الكل بيفضل يلف في البيت بس ما بيلاقيش حد. وشويه وهو قاعد في اوضه مكتب مايكل بيتفاجئ بصوره فيها مايكل ومراته وكمان امه وابوه، وبيستغرب ايه اللي جمع مايكل ومراته مع
مع أهله، فبيروح على ريس وبيوريها الصورة وبيقول لها ممكن يكون ورا الصورة دي قصة تخصني، أنا أصلا مستغرب من تصرفات مايكل معايا. فبتروح ريس تتصل على أبوها لكن ما بيردش عليها، فبيقرروا يلهوا نفسهم ويقعدوا مع بعض قعدة رايقة كده. لكن ريس بتتوتر وبتروح على أوضتها. تاني يوم الصبح بتلاقي هدية جاية لها، وأول ما بتفتح الهدية بتتصدم وبتلاقي اللي عمال يهددها ده بعت لها علبة فيها أسنانها اللبنية ورسالة بيقول لها أنا عارفك من وانتي لسه في اللفة. فبتترعب وما كانتش عارفة تعمل إيه، وبعدها بتروح على النادي تجري شوية، وهناك بتقول لأيروس إنها عاوزة تروح الحفلة اللي راؤول عاملها في البيت عنده عشان تفتش البيت يمكن تلاقي دليل ضده. وبتعرف أيروس إنها حفلة تنكرية يعني محدش هيقدر يعرفهم، وفعلا بيروحوا على الحفلة وبيتسحبوا الاتنين على أوضة راؤول، لكن بيدخل عليهم راؤول وبسرعة يجروا يستخبوا جوه الدولاب، وكان داخل ومعاه واحدة، وفجأة بيسمع صوت جوه الدولاب، وأول ما بيفتح بيشوفهم ولسه هيزعق معاهم بتقول له ريس إنها جاية تاخد فستانها اللي نسيته، وبتضربه في رجله وبتطلع تجري بسرعة. وكانوا مبسوطين قوي وبيروحوا يكملوا السهرة في بيتهم على حمام السباحة. وتاني يوم الصبح بتروح على المدرسة وبيعدي اليوم على خير عادي، بس أول ما بيوصلوا للبيت بيلاقوا مايكل مستنيهم على الباب وبيقول لأيروس شكرا على خدماتك، وبيديله حسابه وبيطرده. فبيقول له إنه يفهمه اللغز قبل ما يمشي، وبيطلب منه يفسر له معنى الصورة اللي لقاها في مكتبه. فبيعرفوا مايكل إنه ملحقش يتعامل مع عيلته غير أسبوع واحد، الأسبوع اللي قبل الحادثة على طول، وإنهم كانوا شغالين في المطعم بتاعه وقتها. وبيعرفوا إنه عمل معاه كل ده عشان هو فعلا حبهم. فبياخد بعضه أيروس وبيلم هدومه وبيمشي، وبيرجع تاني يعيش مع دييجو وبيتون. بس للأسف ما كانش مبطل تفكير في ريس، ولا هي كمان كانت قادرة تنساه، وكانت خلاص وقعت في حبه. وبعد كام يوم كانت نايمة على سرير أيروس وبتتفاجئ بالمذكرات بتاعته، وبتلاقيه بيشتم فيها هي وأبوها، وبتعرف إنه ما بيطيقش الأغنياء. فبتفتكر إن أيروس كان بيلعب بيها، وعلى طول بتبعت له رسالة وبتقول له إنها عرفته على حقيقته. وفي يوم كانت في تدريب الباليه وهي خارجة بتلاقي أيروس قدامها، وبيفضل يفهمها إنه كان شايفها كده في الأول، لكن بعد كده نظرته ليها اتغيرت، وبيتصدم إنها شاكة فيه إنه يكون المجرم اللي بيبعت لها الرسايل، وبيعرفها إنه مش هو. وكمان بتمطر عليهم وبيقضوها حب بقى، وبيشيلها تحت المطر وبتاخده بقى معاها على البيت وبيكملوا باقي قعدتهم. المهم بالليل كانت قاعدة بتعمل شوب النسكافيه، وبتدخل على جروب المدرسة بالصدفة، وبتتفاجئ لما بتعرف إن بيتون شغالة في المدرسة، وبتستغرب لأن بيتون ما كانتش جايبة سيرة خالص. وعلى طول بتروح تصحي أيروس وبتقول له إنها شاكة فيها، ممكن تكون هي اللي ورا كل اللي بيحصل. بس طبعا أيروس بيقول لها استحالة بيتون تعمل كده، وبياخد بعضه وبيرجع تاني على بيت أصحابه. وأول ما بيتون بتوصل بتلاقيه نايم على الكنبة، وبيقول لها إنه قاعد عشان يحتفل معاها بعيد ميلادها. وبيتون اتبسطت خالص ولبست التاج على راسها، بس بتتصدم لما بيقول لها عاوز أعرف أنت ليه ما حكيتيش قصة شغلك الجديد. وبتتوتر وبتعرفه إنها كانت مكسوفة تقوله عشان هي يعني عاملة نظافة. وبتسأل أيروس وبتقول له شكلك كده وقعت في حب ريس. وبنروح نشوف مايكل اللي كان بيحتفل بالشركة الجديدة بتاعته، ولما بيلاقي ريس اتأخرت بعت عشان يشوفها وصلت لفين، وبيتفاجئ إنها رايحة على بيت أيروس وبيكون متعصب منها. في الوقت ده كان أيروس عمال يحقق مع بيتون، ولما بتجيب آخرها منه بتقول له أنا هلبس واروح الشغل بقى، بس بيصمم إنها ما تروحش قبل ما تحكي له كانت مختفية فين بقالها 3 أيام. لكن من توترها بتزق أيروس غصب عنها وبيتخبط، وللأسف بيقع على الأرض وبيغمى عليه. وبتلاقي في تليفونه رسالة من ريس بتعرفه إنها جاية في السكة، فبتبدأ تتوتر أكتر. ومفيش ثواني وبتلاقي الباب بيخبط، وكانت ريس وصلت وبتقول لها تعالي ادخلي، أيروس شوية وهيجي. وبعد شوية بتقول لها إن أيروس ممكن يتأخر وإنها لازم تمشي عشان تروح شغلها. ولما بتسألها ريس انت شغالة فين بالظبط بتقول لها شغالة في كافيه. ولسه ريس بتقول لها اقعدي استني أيروس معايا، بتلاقي الباب بيخبط وبيطلع مايكل، وأول ما بيدخل بيسأل بيتون انت اللي بتبعتي رسايل؟ وهنا بقى كانت المفاجأة، بتقول له أنا جاية آخد حقي منك، وبترفع السلاح وبتقول له انتوا كده شوية الأغنياء تعملوا مصيبة وتنسوا انكم عملتوها. في نفس اللحظة بيفوق أيروس وبيطلع لهم، وبتقول بيتون لمايكل انت عارف كويس انك السبب في موت اهالينا، وبرغم كده شيلت أيروس الذنب طول حياته، وطبعا عشان خاطر تفلت من الحبس. وبيطلع ايه بقى؟ كان عنده مطعم بس ما كانش مترخص وما كانش فيه اي طفايات حريق، واول ما حصل حريق بسبب الاهمال لبس الموضوع لاهلهم. وبنفهم ان ام بيتون كانت وقتها شغالة مع اهل أيروس في مطعم مايكل، وبيفضل أيروس يهدي فيها
عليها وبيترجاها إنها تسيب السلاح، وبتقوله ابعد من قدامي، أنا عايشة كل ده عشان اللحظة دي، أنا لازم آخد حق أهالينا. وبيحاول ايروس ياخد منها السلاح ويهرب ريس ومايكل، وبسرعة بتجري وراهم بيتون وبتفضل تضرب عليهم نار، وفعلا بتيجي رصاصة في مايكل وبيموت، وبتتحبس بيتون بتهمة القتل. وبعد فترة بيروح ايروس عشان يواسي ريس، وبيفضل بقى جنبها لحد ما بتبدأ تتعافى، وبيكملوا هما الاتنين حياتهم سوا عشان محدش فيهم ليه ذنب في اللي حصل كله. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبتك حكايتنا النهارده وعايز تشوف افلام تانية حلوة، دوس لايك واعمل اشتراك في قناة ملخص افلام 2025، واستنانا في الفيلم الجاي.